السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات درس نظم الغابات في قارة إفريقيا، الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط. بنحل من كتاب الامتحان صفحة 162. يا ريت قبل ما نبدأ اللايك والكومنت واشتراك لو لسه جديد معانا، ونقول مع بعض أول سؤال. الخريطة بيقول لنا هنا رقم 1 في الشمال مسطح مائي، ده البحر المتوسط. أما رقم 2 هنا المحيط الهندي. نظم الغابات المدارية المطيرة اللي هي موجودة هنا ده حوض نهر الكونغو. رقم 4 نظام غابات ده موجود عندي في الشمال الغربي على ساحل البحر المتوسط، يبقى غابات البحر المتوسط. رقم 5 نظام غابات بساحل ايه؟ رقم 5 دي برضو غابات مدارية مطيرة، بس الساحل ده اسمه ساحل غانا. 6 خليج هنا خليج عدن. نظام غابات البحر المتوسط اللي هنا عندي في الجنوب الغربي، المنطقة اللي عندي في أقصى جنوب إفريقيا دي منطقة الكاب. استعن بالخريطتين في اختيار الإجابة. عندنا خريطتين ومديك اختيارات، واحنا هنطلع الإجابة من على الخريطة اللي قدامنا دي. أول حاجة بيقول لنا توجد نظام الغابات المدارية في دولتين ايه؟ أكيد مدارية، يبقوا موجودين عندي بيعدوا عند دائرة الاستواء. لو بصينا ليبيا طبعا في الشمال، يبقى الاختيار ده لأ. نيجيريا وجنوب افريقيا دي موجودة في الجنوب، يبقى لا. وكمان عندي الكونغو واوغندا، نشوفهم كده اهو. كونغو وكمان اوغندا هما الاتنين عند دائرة الاستواء. يوجد نظام الغابات المدارية المطيرة بصورة واضحة بالقرب من سواحل ايه؟ طيب البحر الاحمر لا، ولا البحر المتوسط، ولا خليج عدن، لان دول كلهم في الشمال. يبقى مين عندي؟ خليج غينيا، وهنا بيقصد ساحل غانا. الدولة التي تخلو من وجود اشجار غابات مدارية، يبقى اكيد مش موجودة عند دائرة الاستواء. طبعا الكونغو والجابون ونيجيريا التلاتة عند دائرة الاستواء. اما مين اللي عندي في الشمال؟ هي موريتانيا. من الدول العربية التي تخلو من وجود أشجار غابات البحر المتوسط، احنا قلنا غابات البحر المتوسط في الشمال الغربي والجنوب الغربي. لو بصينا هنلاقي المغرب وتونس والجزائر التلاتة على ساحل البحر المتوسط في الشمال. مين بقى اللي عندي في الجنوب؟ هي دولة جيبوتي. يوجد نظام غابات البحر المتوسط في دولة ايه؟ يبقى اكيد دولة يا في الشمال يا في الجنوب. الكونغو والكاميرون وتشاد دول موجودين في نص افريقيا، موجودين قريبين جدا من دائرة الاستواء. اما اللي عندي يا شمال يا جنوب، عندي جنوب افريقيا دي في الاقصى تحت خالص عند منطقة الكاب. اكمل العبارات الآتية بما يناسبها. من الحيوانات التي تعيش في نظم الغابات المدارية المطيرة، هنقول معانا القردة وكمان النمور. تعيش بعض الحشرات في نظام الغابات المدارية المطيرة، حشرات زي النمل الأبيض. يمتد نظام غابات ايه في منطقة الكاب؟ يبقى غابات البحر المتوسط. اختر الإجابة الصحيحة. من الأسباب الطبيعية لحدوث اختلال للتوازن البيئي، توسع ورعي وإزالة غابات دي كلها أسباب بشرية، أما الطبيعية هي الثورانات البركانية. توجد الغابات المدارية المطيرة غرب القارة الإفريقية، ده طبعا بساحل غانا. يتميز نظام غابات المدارية المطيرة اللي ما بين 10 شمالا وجنوبا بأن هو يا ارتفاع حرارة يا سقوط أمطار طول العام. يبقى ارتفاع درجة الحرارة طول العام. طبعا الاختيارات الباقية دي كلها لا. تكثر النباتات المتسلقة في المنطقة التي يوجد بها ايه؟ طبعا النباتات المتسلقة يبقى غابات مدارية مطيرة، يبقى أكيد فيها أشجار ايه بقى؟ يا إما مطاط يا إما مهوجني يا إما أبانوس. طيب مش معانا منهم إلا الأبانوس، أما التلاتة الباقيين دول غابات بحر متوسط. من الأشجار التي تنمو في نظام الغابات المدارية المطيرة، أنا لسه قايلة لك إيه؟ المطاط. الأشجار التي ينعدم وجودها في شمال حوض الكونغو، يعني مش غابات مدارية مطيرة، يبقى هي الصنوبر، لأن دي مش موجودة هناك لأن دي بحر متوسط. النهر الذي تنمو حوله غابات تساهم في امتصاص انبعاثات الكربون بكمية أكبر من تلك الصادرة عن قارة إفريقيا بأكملها، هو طبعا حوض نهر الكونغو. يمتد نظام غابات البحر المتوسط في معظم القارات على السواحل ايه؟ لو ركزت كده هو موجود في الشمال الغربي والجنوب الغربي، يبقى السواحل الغربية. تقل كمية الأمطار الساقطة على ساحل البحر المتوسط كلما اتجهنا ناحية ايدنا اليمين كده، يبقى شرقا. من أشجار نظام غابات البحر المتوسط قلنا الصنوبر،
يا الأرز يا البلوط الفليني. أما التلاتة الباقيين دول من أشجار غابات المدارية المطيرة. من الحيوانات التي تعيش في غابات البحر المتوسط هي الماعز. أما التلاتة الباقيين دول غابات مدارية مطيرة برضو. أي من الأشكال الآتية تعبر عن مساحة الغابات المحترقة في إفريقيا من إجمالي مساحة الغابات المحترقة في العالم من 2001 ل 2018؟ طبعا احنا قلنا مساحة الغابات المحترقة في إفريقيا ثلثي المساحة المحترقة في العالم كله، يبقى فين التلتين؟ يبقى هو رقم د. اكتب كلمة صواب أو خطأ مع التصويب. تستمر الحياة على كوكب الأرض من خلال سلسلة من التفاعلات بين عناصر النظام البيئي. صح. تعد الفطريات والبكتيريا من المكونات غير الحية. غلط. يبقى هنا هتبقى المكونات الحية. يتفاوت حجم النظم البيئية في العالم. طبعا صح. يعد الغلاف الحيوي للأرض أكبر الأنظمة البيئية على الإطلاق. طبعا صح برضو. يوجد بقارة إفريقيا نظم أرضية متنوعة. صح. إلقاء مخلفات المصانع في البحار أحد الأسباب الطبيعية؟ لا، لأن دي أسباب بشرية. تعد غابات البحر المتوسط واحدة من النظم البيئية الأرضية. صح. يقتصر وجود نظام غابات المدارية المطيرة على وسط القارة الإفريقية. غلط، لأنه موجود في أماكن تانية. الجزء الشرقي لجزيرة مدغشقر. يتميز نظام الغابات المدارية المطيرة بالتنوع البيئي. صح. تسقط الأمطار في الغابات المدارية صيفا. غلط، لأنها بتسقط طول العام. تنمو أشجار الماهوجني على ساحل خليج عدن. لا، المنطقة بتاعت ساحل غينيا ده اسمه خليج غينيا. تسم تربة الغابات المدارية المطيرة باللون الأسود. غلط، لأنها باللون الأحمر بسبب طبعا أكسيد الحديد. يعتبر نظام الغابات المدارية مصدر مهم للغذاء. صح. تعد الغابات المدارية مقصد العديد من السائحين. صح. يعد فصل الصيف فصل النمو الحقيقي لأشجار البحر المتوسط. غلط، لأن سقوط الأمطار اللي بتنمو فيه النباتات هو الشتاء. يوجد طائر النورس بكثرة في الغابات المدارية المطيرة. غلط، لأن دي موجود في الغابات البحر المتوسط. تسم تربة غابات البحر المتوسط بتعدد ألوانها. صح. تتميز غابات البحر المتوسط بوجود النباتات العطرية. صح. تعد قارة إفريقيا أكثر قارات العالم عرضة للتأثير التغير المناخي العالمي. صح. تسجل قارة إفريقيا أعلى معدل خسارة في مساحة الغابات. صح. تتعرض أنواع كثيرة من الحيوانات بإفريقيا لخطر الانقراض بسبب التوسع العمراني. صح. تشير إليه كل عبارة. منطقة جغرافية متكاملة تتكون من مكونات حية وغير حية. ده النظام البيئي. حالة من الاستقرار تحدث داخل النظم البيئية عبر التفاعل بين مكوناتها. ده التوازن البيئي. الفرق بين متوسط درجة الحرارة بالنسبة لأعلى شهور السنة وأدنى شهور السنة حرارة. ده المدى الحراري السنوي. نسبة كمية بخار الماء الموجود في الهواء بالنسبة إلى كمية بخار الماء التي يستطيع الهواء أن يحملها. دي الرطوبة النسبية. نظام الغابات الذي يرتفع بها نسبة الرطوبة طول العام. دي الغابات المدارية المطيرة. أشجار دائمة الخضرة طوال العام. دي غابات البحر المتوسط. في أي الغابات تنمو الأشجار الآتية؟ الماهوجني غابات مدارية مطيرة. أما بالنسبة للأرز غابات بحر متوسط. الصنوبر بحر متوسط. والمانجو غابات مدارية مطيرة. الموز برضو غابات مدارية مطيرة. والكاكاو برضو غابات مدارية مطيرة. حدد الأشجار والحيوانات الموجودة بالمناطق التالية. الجزء الشرقي من جزيرة مدغشقر ده طبعا غابات مدارية مطيرة. الحيوانات هتبقى النمور والقردة والتماسيح. أما الأشجار هتبقى ماهوجني أبانوس موز كاكاو مانجو مطاط. أما الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا اللي هو سواحل شمال إفريقيا اللي هو بلاد المغرب العربي موجود فيها ده طبعا إقليم بحر متوسط أو غابات بحر متوسط. موجود فيها أغنام ماعز ذئاب ثعالب وفئران وسناجب وكمان النورس. أما بالنسبة للأشجار صنوبر وأرز وبلوط فليني. بالنسبة معانا لساحل غانا وكمان شمال إفريقيا ده برضو غابات مدارية مطيرة زي رقم 1. هيبقى موجود فيها أبانوس مطاط ماهوجني موز كاكاو مانجو. والحيوانات هنكتب نفس الحيوانات تاني اللي هي النمور والقردة والتماسيح. أما منطقة الكاب دي غابات بحر متوسط فهتبقى زي الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا. موجود فيها أغنام ماعز ذئاب. موجود فيها أغنام وماعز وذئاب وثعالب وفئران وسناجب وطائر النورس. أما الأشجار موجود فيها أرز وصنوبر وبلوط فليني.
بما تفسر انخفاض المدى الحراري السنوي في الغابات المدارية بسبب ارتفاع درجة الحرارة طول العام. أما بالنسبة لارتفاع الرطوبة النسبية ده بسبب كثرة التبخر. 3. ندرة وجود الحيوانات الضخمة آكلة للعشب بسبب صعوبة الحركة بين أشجار الغابات الاستوائية. 4. تكثر النباتات المتسلقة والطفيلية في الغابات الاستوائية، قصده هنا المدارية المطيرة، لأنها غابات كثيفة ومتشابكة الأغصان التي تمنع الضوء من الوصول إلى أرض الغابة. 5. تربة الغابات المدارية معظمها باللون الأحمر بسبب غناها بأكسيد الحديد. 6. نمو الأشجار الكثيفة في الغابات المدارية المطيرة بسبب غزارة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة التي تساعد التفاعلات الكيميائية وتحلل المواد العضوية. 7. الأهمية البيئية للغابات المدارية المطيرة لأنها تحافظ على التوازن البيئي وتعمل على تنقية البيئة من التلوث. هو هنا قالك أهمية بيئية بس ما جابش سيرة الاقتصادية. 8. غابات حوض الكونغو ضرورية لتحقيق التوازن البيئي لأنها تمتص انبعاثات الكربون بكمية أكبر من الكمية الصادرة عن قارة إفريقيا بأكملها، كما تنتج كميات كبيرة من الأكسجين. 9. نمو النباتات في غابات البحر المتوسط في الشتاء بسبب سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة طبعا في فصل الشتاء. 10. أشجار غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة لأنها تتكيف مع الظروف المناخية من خلال حاجتين: جذورها العميقة وأوراقها الصغيرة الحجم المغطاة بطبقة شمعية. 11. الأهمية البيئية لغابات البحر المتوسط، طبعا هنا طالب البيئية بس نفس الكلام، لأنها تساعد في امتصاص كميات كبيرة من الكربون وتحسين جودة الهواء من خلال طبعا إنتاج كميات كبيرة برضو من الأكسجين. 12. إزالة مساحات واسعة من الغابات في إفريقيا، هنقول بهدف بيع أخشابها واستخدامها كوقود وتحويل أرض الغابة إلى أرض زراعية. 13. تعرض الكثير من الحيوانات لخطر الانقراض بسبب التغير المناخي والصيد الجائر والتوسع الزراعي والعمراني. ما النتائج المترتبة على غزارة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة بالغابات المدارية؟ أدى إلى سرعة التفاعلات الكيميائية وكمان تحلل المواد العضوية بالتربة مما يساعد النباتات والأشجار الكثيفة على النمو. 2. كثافة أشجار الغابات المدارية وتشابك أغصانها أدى إلى منع وصول الضوء إلى أرض الغابة وكثرة النباتات المتسلقة والطفيلية. طبعا دي موجودة في سؤال تاني فهنضيفها معاها، اللي هي ندرة أو قلة وجود الحيوانات الضخمة الآكلة للعشب، طبعا لأنها هيبقى صعب عليها الحركة بين الأشجار الموجودة هناك. 3. كثرة التبخر في الغابات الاستوائية أدى إلى ارتفاع الرطوبة النسبية. 4. تعرض الغابات في قارة إفريقيا للتغيرات المناخية أدى إلى نقص كميات كبيرة في الأمطار وكمان زيادة الجفاف والتصحر وكمان ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة. دول الثلاثة المكتوبين عندك، الباقيين هتلاقوهم موجودين في التغيرات اللي حصلت تحت. تمام؟ طبعا درجات الحرارة هتخلي يبقى عندي حرائق غابات، وحرائق الغابات هتؤدي إلى تعرض أنواع كثيرة من الحيوانات لخطر الانقراض مما يهدد التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. 5. تعرض نظام غابات البحر المتوسط لقلة سقوط الأمطار أدى إلى زيادة موت الأشجار وتدهور التربة. 6. قطع أشجار الغابات في إفريقيا أدى إلى تسجيل قارة إفريقيا أعلى معدل خسارة في مساحة الغابات على مستوى العالم، وكمان تعرض أنواع كثيرة من الحيوانات لخطر الانقراض مما يؤثر على التنمية المستدامة وبالتالي حدوث اختلال أو إخلال بالتوازن البيئي. قارن بين الغابات المدارية وغابات البحر المتوسط من حيث الموقع والحيوانات اللي موجودة فيها. أول حاجة هقولك الغابات المدارية المطيرة موجودة أو بتمتد بين دائرتي عرض 10 شمالا وجنوبا. فين بقى؟ في شمال حوض الكونغو وساحل غانا في غرب القارة وبعض المناطق البعيدة نسبيا عن دائرة الاستواء في شرق جزيرة مدغشقر. الحيوانات الموجودة فيها نمور، قردة، تماسيح، أفاعي، وكمان النمل الأبيض. أما غابات البحر المتوسط بتمتد بين دائرتي عرض 30 و45 شمالا وجنوبا. فين بقى؟ المناطق الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للقارة ومنطقة الكاب في أقصى جنوب غرب القارة. الحيوانات اللي بتعيش فيها أغنام، ماعز، ثعالب، ذئاب، قوارض زي الفئران والسناجب،
وطيور زي النورس. دلل جغرافيا على صحة كل عبارة. للإنسان أثر سلبي. الإنسان كده يبقى هو عايز العوامل البشرية اللي أدت إلى الاختلال أو إخلال بالتوازن البيئي، حيث قام بإزالة الغابات والرعي الجائر والتوسع العمراني والحروب واستخدام المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والتلوث المائي والهوائي والصيد الجائر والتوسع الزراعي. 2. نظام الغابات المدارية أكثر النظم تنوعا. هو مش بيقولك ليه، هو بيقولك إيه الدليل على إن في تنوع يبقى تقول التنوع بتاع الحيوانات والنباتات، حيث تحتوي على آلاف الأنواع من النباتات والحيوانات. تمام، أقولهم بقى: مثل أشجار المهوجني والمطاط والأبانوس والموز والكاكاو والمانجو. طب والحيوانات؟ مثل القردة والنمور والتماسيح. 3. للغابات المدارية المطيرة أهمية اقتصادية. بما تفسر جت الأهمية البيئية فهنلاقي هنا الأهمية الاقتصادية. 1. مصدر للمواد الخام التي تدخل في الصناعة مثل الصناعات الخشبية والأدوية والمطاط. كمان مصدر مهم للغذاء والوقود لعدد كبير من السكان. 3. مقصد لعدد كبير من السائحين. 4. تتسم تربة غابات البحر المتوسط بتعدد ألوانها. نقول الألوان وليه اتكونت، يبقى حيث تتعدد ألوانها ما بين الأحمر والبني والأسود تبعا لمكوناتها المعدنية والعضوية وظروف تكوينها. نيجي بقى للأهمية الاقتصادية لغابات البحر المتوسط. أول حاجة، مصدر رئيسي للنباتات العطرية والطبية. 2. مصدر للغذاء حيث إنتاج الزيتون والعنب والموالح والتين. 3. يربى فيها الأغنام والماعز. 4. تعد مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. النظام 6. لنظام غابات البحر المتوسط أهمية سياحية، حيث أنها تعد مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. أنا جبتها منين؟ جبتها من الجزء بتاع الأهمية الاقتصادية اللي فوق. ما العلاقة بين الأعاصير والنظام البيئي؟ طبعا احنا خدنا من الأسباب الاختلال اللي هي الأسباب الطبيعية بتاعة الاختلال بالتوازن البيئي الأعاصير، فهنقول حيث تعد الأعاصير أحد الأسباب الطبيعية التي قد تؤدي لاختلال التوازن بالنظام البيئي. 2. العلاقة بين الغابات المدارية المطيرة والنشاط الصناعي، حيث تعد الغابات المدارية المطيرة في إفريقيا مصدر للعديد من المواد الخام التي تدخل في الصناعة مثل الصناعات الخشبية والمطاط وصناعة الأدوية. ما العلاقة بين الجفاف وغابات البحر المتوسط؟ حيث تتعرض غابات البحر المتوسط في إفريقيا للعديد من حالات الجفاف بسبب قلة سقوط الأمطار في بعض السنوات، والذي يؤدي إلى زيادة موت الأشجار وتدهور التربة. حدد إلى أي مدى تتشابه أهمية الغابات المدارية مع غابات البحر المتوسط. أول حاجة هنقول أن كل منهما له أهمية اقتصادية اللي هو مصدر للمواد الخام اللازمة للصناعة مثل الأدوية، وكمان مصدر للغذاء. تاني حاجة مشتركين فيها الأهمية السياحية. تالت حاجة مشتركين فيها برضو هي الأهمية البيئية والعمل على تنقية البيئة من التلوث. السؤال رقم 15: مقترحاتك لمواجهة الأخطار اللي بيتعرض ليها نظام الغابات في إفريقيا. إزاي بقى أحافظ عليها؟ أول حاجة هعملها إن أنا أمنع الصيد الجائر، كمان عدم قطع الأشجار. 3. الحد من التلوث، وكمان أوقف التوسع العمراني والزراعي على حساب الغابات اللي هو إزالتها عشان يزرعوا مكانها أو يبنوا مكانها. تتعرض بعض الحيوانات داخل الغابة الإفريقية لخطر الانقراض لأسباب طبيعية وبشرية. إيه الأسباب اللي ممكن تأثر على الحيوانات اللي في الغابات؟ عندي الأسباب الطبيعية زي التغيرات المناخية اللي هو قلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. طيب إيه تاني الأسباب البشرية؟ زي الصيد الجائر والتوسع الزراعي والعمراني، لأن أنا لما أشيل الغابات دي هو عايش فيها، فبالتالي طبعا هينقرض بسبب عدم وجود أو إزالة الغابات اللي موجودة فيها. التميز طبعا بيقولك ارجع للخريطة اللي فاتت. تتشابه دولتي تنزانيا وساحل العاج، دول موجودين فين؟ موجودين عند دائرة الاستواء، فبالتالي هلاقي فيهم أشجار المطاط. أي من الدول الإفريقية التالية تنمو بأجزائها الشمالية أشجار البلوط الفليني. يعني كده بيقولك غابات بحر متوسط: الصومال، موريتانيا، مغرب، وكمان جنوب إفريقيا. طيب هو بيقولك بأجزائها نهين الشمالية، يعني الأطراف اللي فوق خالص يبقى دولة المغرب. يتشابه الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر مع الساحل الشمالي لخليج غينيا، وهنا بيتكلم عن غابات مدارية مطيرة اللي هما الاتنين دول.
يبقى هيبقى فيهم غابات مدارية زي مين؟ زي أشجار الأبانوس. أما التلاتة الباقيين دول غابات بحر متوسط. اكتب كلمة صواب أو خطأ مع ذكر السبب. تمام؟ تخلو جميع الدول العربية من نظام الغابات المدارية. يعني الدول العربية اللي احنا عارفينها مش موجود فيها غابات مدارية. ليه؟ ما أنا عندي فيه غابات أو في دول عربية عند دائرة الاستواء. زي مين؟ هنقول يوجد مثل مين بقى؟ مثل الصومال، وكمان دولة جزر القمر. تمام؟ دول موجود في أجزاء منهم. تتشابه نظام الغابات الموجودة في بعض سواحل المحيط الأطلنطي مع بعض سواحل المحيط الهندي. طبعا دي صح. ليه بقى؟ لأن هما الاتنين فيهم غابات مدارية مطيرة. تنمو في منطقة منابع نهر النيل الدائمة. طب تعالى معايا كده، هي الدائمة دي ايه؟ مش البحيرات الاستوائية؟ يبقى عندي دائرة الاستواء. يبقى وانا مغمض هشيل غابات البحر المتوسط واكتب المدارية المطيرة. بص بقى، هو لما يقولك مع ذكر السبب انت هتكتب الجملة كلها تاني بالكلمة اللي انا صلحتها. تمام؟ بس انا عشان المكان وعشان الوقت. يقتصر وجود نظام غابات البحر المتوسط على الدول اللي على البحر المتوسط بس؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه يوجد أيضا فين؟ في منطقة الكاب في جنوب إفريقيا، أو تحديدا الجنوب الغربي في دولة جنوب إفريقيا. وبكده نبقى خلصنا حل التدريبات بتاعتنا. لو ليك أي سؤال سيبهولي في الكومنتات. ما تنساش لايك وكومنت جميل واشتراك لو لسه جديد معانا، واشوفكم على خير.